يا مساء الانوار، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو منتشر اليومين دول على السوشيال ميديا، عربيه كنافه في العباسيه. احنا دلوقتي موجودين في ميدان العباسيه قدام كشري زيزو عند كنافه نابلسيه. في ميدان العباسيه بقى تحديدا جنب حاتم الميدان هتلاقي بقى الشباب الجميله دول فاتحين المشروع ده، وهو ابو حمزه وبيعمل كنافه نابلسيه، بس مش بيعملها بقى بشكل تقليدي، بيعملها بقى بافتكاسات وبشكل جديد، وليه بقى فيديوهات كتيره منتشره على السوشيال ميديا. فانا النهارده رحت عشان اجربه واقول لكم رايي. مبدئيا بقى كده النظافه عنده امر مفروغ منه، وشغله كده بيتعمل طازه اليوم بيوم. يلا بينا بقى نشوف بيقدم ايه. احنا دلوقتي عند ابو حمزه، هنشوف ابو حمزه هيقدم لنا ايه. ايه اللي انت بتقدمه يا قائد؟ انا بقدم كنافه بالمانجا وكنافه نابلسيه بالجبنه. دي بتبقى كنافه ومانجا وكريمه وكاستر، وعندي كنافه بالموز والمانجا، ودي بتبقى كنافه بالجبنه بتتاكل سخنه، ودي بتتقدم ساعه زي ما هي كده. طب قدم لنا من كل واحده واحده. واول حاجه جربتها من عنده هي الكنافه بالجبنه، ودي بقى بيسخنها الاول وبيحط عليها عسل عشان تشد كده وتطلع لك بالشكل الجامد ده، والطعم بصراحه حوار وفي حته ثانيه خالص. وعايز اقول لكم ان بصراحه عجبتني قوي، وده رايي انا. كتيره بجد. ايه رايك؟ بصراحه جامد. لا جامد بصراحه. وجربت بقى كده اختراع تاني من عنده، وهو كنافه وكريمه ومانجا، وجربتها بقى ودي عجبتني جدا. وانتوا كمان جربوها بقى وقولوا لي ايه رايكم. طباخ الحلو بيدوق. كلكم طبعا شفتوا ابو حمزه فين وعرفتوا مكانه، ولازم كلنا نيجي نجرب من عنده عشان اولا حاجته نظيفه وحلوه، وثانيا عشان راجل مجتهد ولازم ندعمه. سلام.